صحة وعافية على قلبكم يا رب، مطرح ما يشري يمري. عندك حق والله يا جدو، ده ست حسنات دي نمبر 1 في طعامة الأكل والنفس الحلو. ايوه طبعا، امال انا بيني وبينك كده اتجوزتها ليه؟ سمعتك بردك موطي صوتك وسمعتك. ايه يا حسنات يا حبيبتي، ده مزاح بريء. بتسلى بس مع انتوك يا حبيبتي. يلا يا انتوك قومي كده، يلا وريني شطارتك واعملي لي كوبايه شاي 50 حلوه نحبس بيها الاكله الجميله دي. أولا لازم حضرتك ما تشربش حاجة بعد الأكل وتستنى على الأقل ساعة، مش فاكر الدكتور شبيب قال لنا كده؟ ثانيا أنا اللي عملت الشاي آخر مرة، والدور المرة دي على الأستاذ فطين. طب يا ستي، اولا حاضر اللي تشوفيه يا دكتوره انتك. ثانيا بقى، هو فين فطين؟ فطين لسه بياكل على السفرة يا جدو، ده قال لتيتا كمان تغرف له تاني، فقد السيطرة على نفسه خلاص. يا ستي سيبيه براحته، بالهنا والشفا عليه. ما انا هسيبه براحته طبعا، ولو اني عارفة اخرتها ربنا يستر. طب بقولك ايه، انا هقوم بقى امدد شويه واحلم بكوبايه الشاي ال50. واتمنى بقى لما اقوم الاقي الحلم اتحقق يا دكتوره عنتوكه. من عينيا يا جدو، وعلشان خاطرك بس هتخطى الدور والترتيب وهعمل لك المرة دي كمان الشاي. ما تحرمش منك يا حبيبتي. مش قادر. هي ريت كان عندي معدتين 3 4، كان زماني باكل صينية اللازانيا واستمتع كمان وكمان. ولما انت عارف ان ما عندكش غير معدة واحدة وحيدة بتظلمها ليه معاك؟ بتعاملها ليه كأنها فجوة زمنية مستقبلية يذهب كل ما بداخلها إلى الفراغ الممتد إلى اللانهائية. ايه اللي بتقولي ده؟ عموما ما تقلقيش، انا كنت عارف ان تيتا هتعمل لازانيا النهارده من الاسبوع اللي فات. وحوشت مصروفي كله علشان اجيب حاجه ساقعه تهضم الاكل الكتير اللي انا اكلته. يا سلام على التخطيط يا سلام. امال انا اكلت براحتي ليه يا انتكه؟ ممكن تكون نوع من التفصنة مثلا. وبعدين حاجة سقعت ايه؟ احنا مش اتفقنا مع دكتور شبيب ان مفيش الحاجات دي لانها مضرة خاصة للاطفال اللي في سننا؟ حصل ولا لم يحصل؟ هو الدكتور شبيب هيعرف منين بس يا انتكه؟ انت يا انتكه؟ لا. المياه الغازية حل لامتلاء المعدة والانتفاخ. الكلام ده غلط ومش صح. المياه الغازية بتعمل مشكلة كبيرة في الجهاز الهضمي، بنسميه الهدوء المخادع، يعني بتفتح المعدة بالعافية، فبيحصل انه الاكل والمواد الغذائية اللي خدناها بتنزل من المعدة بدون هضم. ده بالإضافة إن المياه الغازية ممكن يبقى فيها بعض المنبهات، وعشان كده بتعمل اضطرابات عنيفة في الجهاز الهضمي، وبتعمل سوء امتصاص وبتبوظ الهضم بتاع الطفل، على عكس ما الناس بتقول وعلى عكس ما الناس فاكرة إنه خد المياه الغازية هيحصل لك هضم جيد للأكل. عشان كده بنقول إنه الطفل المفروض ما يشربش المياه الغازية تماما، لأن الأكل الصحي السليم المتوازن اللي بيحتوي على ألياف كتير زي البروتينات والفاكهة والخضار بكميات صغيرة وفي مواعيد محددة، وبنمنع خالص المواد الحافظة في نظام أكلنا كله، وبنقلل في استخدام السكريات والنشويات والدهون، بنمارس الرياضة. كل دي حاجات بنعملها بشكل صحيح ترجع الجهاز الهضمي لطبيعته، وبالتالي الجسم كله، الجهاز الهضمي لما بيكون صحي وسليم، المناعة بتاعت الجسم والتوازن بتاع الجسم كله بيبقى سليم جدا. وعشان كده في بعض الحالات ديت احنا بنحتاج ندي بكتيريا نافعة ذكية
تتكاثر في الجهاز الهضمي بسرعة جدا، وترجع الجهاز الهضمي لطبيعته، وترجع التوازن في البكتيريا النافعة. الخلل في البكتيريا النافعة ممكن يؤثر على كل أجزاء الجسم، ما بين الجهاز الهضمي، ما بين الجهاز التنفسي، ما بين المناعة، ما بين كل أمراض الحساسية. وجود البكتيريا النافعة بتوازن جيد بتخلي مناعة الجسم قوية.